صباح الخير، شلونكم؟ الهوا حلو، بس عندي فكرة هم يعني للمي. هسه المأكلية هاي سويناها كلش اني ممنون من عندها، بس جبت نفس الخشب طبعا. على نفس الخشب راح اسوي لي مال المي شوية اكثر، حتى اسبوعين ثلاثة تتحمل بدون ما تصير اخضر، بدون ما تثلج اذا باردة، وبدون ما الحرارة تأثر عليها تكون حارة. يعني الفكرة انه اني اخذ لي صندوق من هذا مشربية، اسويها مشربية اقدر افتحها من فوق، وهاي تبقى ثابت بالصندوق هذا. الصندوق هذا يكون العرض ماله هيجي، ومن الطرف الثاني طبعا همينه. زين، اسوي لي فتحة هنا، خلينا نسوي هيك، اسوي لي فتحة هنا والمشربية تطلع منا، يعني الطيور منا تدخل راسها وتشرب، تدخل راسها منا وتشرب. يعني تبقى اولا نظيفة، بعدين ما راح يدخل بيها، تكون مقبطة، واكو بيها عازل طبعا همينه. راح اعزلها من جوا بالفلين. المي يبقى محفوظ من الحرارة ومن البرودة، وهمينه ما راح يصير بيها بسرعة الخضار. بخصوص الخضار لازم اجربها، يعني راح تصير ما تصير. هسه نجربها ان شاء الله، ونشوف الايام الجايه شلون راح تطلع عندنا. طبعا الخشب الماخذه هسه هذا 12 ملم، حتى ما اغلط، ومكان البراغي تجي 100%. احسن شيء اسوي لي في التحديد هيك، خلينا نقول 8 ملم، وتحت 8 ملم، والطرف الثاني همينه في التحديد، حتى البراغي تجي 100% بوسط الخشبة. طبعا استخدم هذه همينه تحفر شوية على مود البرغي ما يبقى برا، اي بهذا الشكل. اكو همينه شوية فتحة، والبرغي اسود راح تدخل بهاي المكان. هذه مكملينها بهذا الشكل. طبعا هسه كملت التشكيله مالتها، هذه تنسد هيجي وتوقف بهذا الشكل. طبعا هذا السطل راح يدخل جوا هيجي بهذا الشكل، واليدات تكون منا ومنا حتى واحد يقدر يطلعهن. والمشربيه الفتحه مالته تطلع تقريبا 10 سنتيم، توصل لهنا، وهنا اسوي لي فتحه، راح اسوي لي فتحه، وهنا راح تدخل همينه هذا الشينه اللايستا، فيروز شينه هذه، حتى اقدر اخلي فد باب يعني اسدهن بالليل، حتى لا حيوانات وشغلات ثانيه ثيران تدخل جوا وتشرب من المي وتتوسخ. يعني بس بالنهار اخليها مفتوحه، راح تكون فتحه هنا، او اسوي لي فتحتين ويا الفتحتين للمشربيتين يعني، وهنا هم بينها بس فتحه واحده كافي، لان الطيور اذا مفتوح طول النهار ما يشربون كلها، ما تشرب كلها سوا. هاي اولا. ثانيا اجيب لي من هذني فلين، بس هذا تخين طبعا، ومن الداخل اغلفها هنا منا بسامتيمين، الزقها بفلين، والسقف مالته طبعا لحد هنا، بس بشكل انه الباب ينسد، حتى الحراره والبروده ما تدخل جوا. كل وقت اقدر افتح هذا السقف، القبق ماله افتحها، وافتح مال المي هنا واترسها مي واسدها. بس الخضار راح تجي، راح تتراكم او ما تتراكم، هسه راح نشوف. طبعا اكو علاجات واحد ممكن يخلي بيها، بس خلينا نشوف هسه على مود الشتاء والصيف نعزل المي. هاي اولا.
طبعا بشكلها هذه راح تقعد كلها على المأكلية. المأكلية بيها مشربيتين هاي سويناها، بس هذه تقعد فوق، يعني المي راح يكون عالي بس تكون عندها فتحة هنا الطيور تشرب. والمشربيتين ابو اللترتين اللي تحت ويا المشكلينها ويا المأكلية هذه نقدر نستخدمها بس للعلاجات. بس هذه 25 لترة، بس هاي نخلي بيه مي لفترة طويلة. إذا واحد قال إي أنا عندي فت سفرة وأروح المكان وبالي ما يظل ويا الطيور، راح يشربن ما يشربن، أحسن شيء هاي الطريقة. وبالأخير إحنا نجربها وإن شاء الله هم نستفاد والكل يستفاد. هسه هذا قصيته، آخذ لي هذا الباب، المفروض توقف فيه شيء بس بيد وحدة. هالقد تصير. هسه اشكل هذني اول مره حتى بهذا الشكل بلش انها ترتفع، يعني اقدر افتحها واسدها من ناحيه. لازم اخلي الكاميرا هسه لازم تقعد بهذا الشكل. اي هسه هاي شكلها بالشكل هذه. خليت مسمار حتى ما برغي هنا، حتى ما تنزل من فوق همينة، حتى ما تطلع. بس اشكل خياطة هنا واشكلها اللي فوق. لو واحد يسوي اوتوماتيك لو بالايد اثنيناتهن سوى ينفتحن هيك، ومن هنا تكون المشربية. هاي لازم شوي بعدين نرتبها، وهاي راح تصير من الطرفين. هسه المشربية همينة خليناها. شوف هذه مال مأكلية جوا، هاي تعرفوها. هسه سوينا مشربية للصيف وللشتاء، وهاي راح نعزلها من جوا. راح تاخذ 30 لتر مي منها الطيور راح تشرب. يعني هاي نفتحها بهذا الشكل الطيور تشرب، بجوز راح تصير اوتوماتيك تنسد بالليل وبالنهار تنفتح. مشكلة المي هم انحلت.